ننتقل إلى الفقرة التي ينتظرها الجميع، تكريم المتسابقين الفائزين بالمراكز العشرة الأولى. في المركز العاشر أنس رامي من بنين. في المركز الثامن مكرر عبيد الله بو بكر أنجو من النيجر. في المركز الثامن مكرر أحمد خبيب ساهي من إيطاليا. في المركز السابع جلال حمدي سعيد عثمان من اليمن. في المركز السادس ياسين بن نصر بن الغلام من تونس. وفي المركز الخامس محمد بحسون من فرنسا. والآن إلى المراكز الثلاثة الأولى. المركز الثالث مكرر مظاهر شعيب بيطو من الفلبين. المركز الثالث مكرر شيخ تيجان صالح من غامبيا. وحصل على المركز الثاني ناجي عطية ناجي بن سليمان من ليبيا. وأما المركز الأول في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 27 يذهب إلى المتسابق محمد عدنان عبد الله محمد العمري من البحرين. والآن حفلنا الكريم ننتقل إلى تكريم الشخصية الإسلامية للدورة 27. سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويتسلمها نيابة عنها سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم. أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن اصطفاني أن أكون من أهله وخاصته، وأن رزقني هذا المركز الطيب في تلك الجائزة الطيبة. طبعا المشاعر يعني لا يعجز اللسان عن وصف المشاعر، مشاعر جدا رائعة وجميلة. الحمد لله قد حصلت على الترتيب الثاني في هذه الدورة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لي في باقي المسابقات. Alhamdulillah, I have participated in the Dubai annual Quranic competition. We call it Jaiza Dubai in Arabic. And Alhamdulillah, and I am very much excited as I am granted third position in this competition. أنا مظاهر بيتو من الفلبين، حصل على مركز الثالث. الحمد لله أنني أشارك بهذه المسابقة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. أشكر المسابقة دبي الدولية التي شجعتني على حفظ القرآن الكريم، وأود الشكر أولا لله سبحانه وتعالى ثم الوالدين. الحمد لله الذي وفقني في هذه المسابقة للحصول على أحد المراكز العشرة فيها، وأهدي هذا الفوز لوالدي الحبيبين ومشايخي الأفاضل. I'm a contestant from Italy. My name is Ahmed Khubayb. I would like to thank Allah first, then my parents, my shuyukh that helped me to achieve this position. ولله الحمد. إذا مشاهدينا الأعزاء، مع مشاعر الفرح هذه بين المتسابقين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وحلقات يوميات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، حتى نلقاكم في مناسبات أخرى من مناسبات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة للجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.